إذا عبير الصغير تحكي لكم أنا ضد تحرر المرأة، سوري، يعني أنت اللي بتقبليه على حالك ما بتقبليه على غيرك؟ شو هالمنطق الغريب؟ يعني أو هي مو معتبرة حالها متحررة؟ اللي عندك هالفولورز كلهم طالعة مقابلات ووجهك معروف وسافرتي وساويتي اللي بدك يا أنا ما عم بسيء لها، بالعكس أنا بحبها كتير والفيديوز تبعها كتير حلو وموهوبة البنت، بس أنتي طلعتي من قيود المجتمع الشرقي وساويتي اللي بتحبيه واللي بيناسبك. ليش مستكترة هالحرية اللي أنتي أخدتيها على غيرك؟ ما بعرف ليش هي شو قصدها بهي الجملة، أنا عن جد يعني بحاول استوعب ليش. أو بقول يمكن هي معتبرة حالها مو متحررة، إنه هي حاطة الحجاب، حطت حالها بمكان إنه هي مش متحررة. أو يمكن بيعتبروا في منهم مو كل متحجبة إنه خلص هاي مرفوع عنها التكليف ولا تتحاسب على تصرفاتها. أنا بعرف هيك ناس، ما بعرف إذا هي هيك بتفكر. أو يمكن بدها تجذب فئة من الناس يلي بيحبوا هاي الأحاديث مثل، ويصير عندها فولورز أكتر، يمكن عندها نقص بالفولورز مثل هاي المحامية اللي طلعت من يومين وقالت بتم المليان على قناة معروفة أنا مع إنه الأب، هي كرأيها الشخصي تخيلوا محامية، أنا مع إنه الأب أو الأخ أو الزوج يقتل زوجته أو بنته أخته إذا شافها عم تعمل غلط. تخيلوا أنتوا، تخيلوا، أنا بتخيل هيك ناس بيحكوا عشان يلموا حواليهم الناس يلي بتموت على هاي الفكرة، ناس يلي عندهم نقص ومشاكل نفسية وعقد وكذا، فهدول بده يلموا هدول الناس. يمكن ما بعرف، أو يمكن الشخص اللي بحياتها زوجها خطيبها يمكن بدها أنا تورجيه إنه أنا الكيوت اللي بسمع كلمتك بس بساوي اللي بدي إياه. ما بعرف، نفسي أعرف. أما بالنسبة لكلمة متحررة وشو يعني تحرر، شو فكرتي ورأيي فيها؟ أنا برأيي المرأة هي إنسان بالغ راشد عاقر. عم بحكي على الكبار، تمام؟ فهي مسؤولة عن تصرفاتها. ما عم بحكي الواحد إنه يطلع عن مجتمعه وعيلته كذا، لا، بس هي محاسبة قدام القانون عن تصرفاتها. إذا واحدة سرقت بيجيبوا أبوها وأخوها وزوجها؟ لا، بيجيبوها هي. لذلك فكرة إنه شلون بدي أحكي لكم، أنا لازم يكون في حدا يتحكم فيني كيف بتنفس، هاي أنا اللي ما بفهمها. لأنه أنا قادرة إني أنا أعرف شو بيناسبني، شو الصح وشو الغلط. أنا بعرف إمتى أطلع وإمتى أرجع وإمتى أفوت، شو بيناسب مجتمعي وبيئتي وحياتي. أنا بعرف هذا المكان بنرحله، هذا المكان ما بنرحله. أنا بعرف الصح من الغلط لأني أنا إنسانة ومسؤولة عن تصرفاتي. هاي الفكرة اللي أنا بحكي عليها. أنا بعرف شو بيناسبني شو ما بيناسبني، أنا بعرف وين الصح والغلط. فأنا مو بحاجة لشخص هو دائما مثل أنا العنزة عبيدلني وين أمشي. هاي الفكرة اللي أنا عم بحكي عليها، وهاي الفكرة اللي كل الناس عاتبتها العبير الصغيرة عليها. انتو شو رأيكم؟